السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. برحب فيكم من جديد وبرحب بكل المتابعين الجدد اللي انضموا للقناة. وصفتنا لليوم هي بناء على طلب العديد من المشاهدين وخاصة بالسعودية وبدولة مصر الشقيقة، وهي الكبة السورية. رح أقدم لكم إياها بطريقة سهلة وسريعة، إن شاء الله تنال إعجابكم. وبالنسبة للمقادير مشان ما أطول عليكم الحلقة رح تلاقوهم موجودين صندوق الوصف، وكمان موجودين بأول الفيديو. رح نبلش أول شي بتحضير حشوة الكبة. رح نحتاج نجيب طنجرة غميقة ونحط فيها زيت الزيتون. طبعا أنا دايما بفضل استخدم زيت الزيتون. اللي ما عنده زيت زيتون كمية كبيرة فيه يستخدم السمنة أو فيه يستخدم الزبدة. رح نضيف لزيت الزيتون البصل. وبالنسبة للبصل الكبة المقلية بتحب كتير البصل، يعني كل ما كترنا بصل تطلع الكبة أطيب. رح نضيف لها اللحم المفروم والملح والفلفل المشكل والقرفة. القرفة طبعا اختيارية، بس أنا بحب بالعادة أضيف القرفة للحم المفروم، تعطيه هيك زكاوة وريحة طيبة. وهلأ عم نضيف دبس الرمان. دبس الرمان كمان اختياري، بس كمان دبس الرمان بيعطي نكهة كتير طيبة للكبة المقلية. هلأ رح نبلش بإضافة المكسرات. أول شي رح نضيف الجوز المبشور، وهو هذا الجوز أساسي بتحضير حشوة الكبة، بيعطي نكهة كتير طيبة. ورح نضيف كمان لوز وفستق. بالنسبة للمكسرات كمان بيرجعوا لذوق الشخص، وكل واحد شو بيحب يستعمل. هيك صارت عنا حشوة الكبة جاهزة، وهلأ رح نروح نبلش بتحضير العجين. بالنسبة للبرغل لازم نغسله منيح 3-4 مرات وبعدين نصفيه، وبعدين بنضيف عليه المي. كمية المي رح نضيفها بتكون على قدر كمية البرغل الموجودة بالصحن، يعني ما بدنا نكتر كمية مي كتيرة بالنقع مشان ما تطلع عنا العجينة رخوة. وهلأ عم نضيف البصل والبطاطا المسلوقة. بالنسبة للبصل رح يعطي نكهة كتير طيبة، أما البطاطا المسلوقة رح تعطيها للكبة قرمشة. وهلأ عم نضيف الملح. بالنسبة للملح لازم يكون بزيادة شوي بالنسبة لعجينة الكبة. وهلأ عم نضيف الفلفل المشكل. أنا ضفت كمان قرفة، والقرفة اختيارية. هيك صار عنا البرغل جاهز للطحن. بالنسبة لطحن البرغل في الماكينة لازم نحط المصفاية اللي بتكون أنعم الشي، وبنطحن البرغل مع البصل والبطاطا. وبعد ما نخلص طحن البرغل والبطاطا والبصل رح نضيف الهبرة. الهبرة هي عبارة عن لحم منزوع الدهن، فينا نضيفه مباشرة على الكبة أو فينا نطحنه على الخلاط وبعدين نضيفه. هلأ بدي أمزج الهبرة مع البرغل. بالنسبة للكبة المقلية لازم تكون كمية البرغل ضعفين كمية الهبرة.
خلصت مزج الهبرة مع الكبة، وهلأ بدي اطحنها على الماكينة مرة تانية. بعد ما خلصنا طحن الكبة للمرة التانية رح نضيف شوية مي، وبدنا نعجن عجينة الكبة بشكل جيد، وهاي المرحلة مثل ما بيقولوا بدها سواعد قوية. هيك صارت عنا أعزائي المشاهدين عجينة الكبة جاهزة للتشكيل. بعد ما بردت عنا الحشوة تماما رح نضيف لها الرمان، والرمان كمان اختياري، بس الكبة الحلبية معروفة بأنه بيحطوا بقلب الحشوة رمان. بالنسبة لتشكيل عجينة الكبة رح نحتاج صحن فيه مي، رح نستخدمه كل شوي عشان نطري العجين، بس انتبهوا ما تستخدموا كمية مي كبيرة عشان ما تفرط معكم العجينة أثناء القلي. هلأ بدنا ناخد قطعة من العجين ونعملها على شكل رول، ونقطعها لقطع متساوية مثل ما لكم شايفين. بعد ما قطعنا العجين لقطع متساوية رح ناخد كل قطعة ونعملها على شكل دائرة. بعد ما خلصنا تشكيل الكبة لدوائر متساوية رح نبلش ناخد كل دائرة ونعمل فيها حفرة بالنص، طبعا حسب المتوفر عندكم. هي بالعادة في قطعة خشب خاصة لعمل حفرة بالكبة، بس كمان فيكم تستخدموا المواد المتوفرة عندكم، وخاصة للمغتربين ما بنلاقي كل الأدوات المطلوبة، فأنا عم بستخدم إيد الخشب تبعت حفرة الكوسة، هي كانت متوفرة عندي. بالنسبة لسماكة الكبة كل واحد بيعملها مثل ما بيحب. أنا ما بحب عجينة الكبة تكون رقيقة كتير، وبالنسبة للحشوة ما بدنا نحشيها كتير مشان ما تطلع الحشوة من الأطراف. بعد ما حشينا الكبة بدنا نسكرها. طريقة التسكير مثل ما لكم شايفين، بعد ما نشكل عجينة الكبة بالشكل اللي بدنا اياه بدنا نبللها بالمي مشان ما نخلي فيها اي تشققات، بس بدي كمان نبهكم انه ما تكتروا كمية المي مشان ما تفتح عندكم عجينة الكبة اثناء القلي. هيك صارت عنا جاهزة. هيك صارت عندي الكبة المقلية جاهزة للقلي، وبهالمرحلة فينا نحطها بأكياس أو علب ونحتفظ فيها بالفريزر ونستخدمها عند الحاجة. هلا بالنسبة لقلي الكبة لازم تكون حرارة النار مرتفعة، وبدنا نحتاج زيت يكون غميق، يعني بدنا الكبة المقلية تنغمر بالزيت من فوق ومن تحت عشان تستوي معنا استواء كامل. وبدنا ننتبه كمان انه ما نكتر كمية الكبة اللي رح نحطها بالقلي عشان ما تلتزق ببعضها وتخرب عندي العجين. أنا تركتها ربع ساعة تنقلي،
بس هي محتاجة كمان لسه تنقلي كمان شوي تانية 5 دقايق، فرح ارجع حتى مرة تانية. وهيك هلأ صارت عندي جاهزة. شايفين كيف لونها ذهبي ومشقرة ومستوية من كل الأطراف وما تشققت عندي، وهذا دليل إنه العجينة ناجحة 100%. من نفس العجينة أعزائي المشاهدين والحشوة عملت أنا كمان كبة على شكل قراص، بيقولوا لها قراص الكبة. شايفين كيف شكلهم حلو وكيوت. وهيك صارت عنا الكبة المقلية على الطريقة السورية الحلبية جاهزة أعزائي المشاهدين. بتمنى أنكم تجربوها لأني عجينة ناجحة 100% والحشوة كتير طيبة. وحطولي آراءكم بالتعليقات. وهذا كمان قرص الكبة رح فرجيكم اياه كيف طلع. عن جد الريحة بتجنن والطعمة كمان كتير طيبة، وألف صحة وهنا. إذا عجبكم الفيديو أعزائي المشاهدين لا تنسوا تدعموني بتعليقاتكم اللطيفة وتشاركوا فيديوهاتي مع أصدقائكم، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس مشان يصلكم دايما كل جديد. وبشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.